في قلب الصعيد وتحديدا في سوهاج كانت الناس بتهمس باسم واحد، أحمد محروس. سلام يا خفافيش. في واحدة من أغرب القصص اللي حصلت في الصعيد واللي ممكن كمان تكون أرعبهم على الإطلاق هو أحمد محروس. شخص كان مدرس بسيط، حالته المادية كانت ضعيفة جدا وما كانش راضي بحاله ولا بالوضع اللي هو فيه، علشان هنا يقرر قرار بإنه يعيد ميلاد نفسه تاني، ولكن المرة دي كساحر ودجال. واتشهر جدا في السحر لدرجة إن الناس بقت تخاف حتى إن هي تجيب اسمه في القعدات اللي ما بينهم وما بين بعضهم لا يأذيهم. فضل سنين راعب الناس بسحره وبأذيته ليهم، لدرجة إنه كان بيخفي أي حد يقول عليه كلمة وحشة. واحدة كان اسمها جهاد من أهل القرية طلعت اتكلمت عليه وحش بعد ما فشل إن هو يعالج أمها بالسحر، وبعد أيام قليلة جدا اللي هي عملته ده أمها ماتت وجهاد اختفت في ظروف غامضة، ولحد النهاردة ما يعرفوش عنها أي حاجة. فضل الحال على كده سنين لحد ما اكتشف الناس وجود جثة موجودة في برميل عنده في البيت.